ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معايا النهارده كده فكره جامده لمنظم للفريزر. اول مره تشوفوه. منظم بجد هيريحك جدا ويفرق معاكي في المساحه بتاعه الفريزر وفي منظر العيش كمان في الفريزر، لانه هو منظم للعيش. كلنا بنحط العيش كده في الفريزر بياخد مساحه كبيره، ومهما كنتي مرتباه كده فوق بعضه تلاقيه اتفشكل كده من بعضه ووقع من على بعضه كده وخد مساحه عريضه في الفريزر، وعلى طول ما بيبقاش محطوط كده. يعني بفتح اي فريزر بتاع اي حد بلاقيه كله عيش متنعكش. فباحب ألاقي كده حلول عملية للحاجات اللي بتضايق الواحد كده في يومه. فجبت كده إزازة زي ما انتم شايفين، الإزازة اللي هي 5 لتر تقريبا، إزازة مَيّة عادية. تقدري تعملي نفس الفكرة بالكرتون، بس أنا اختصارًا عملتها بإزازة مَيّة. قطعت القطعة اللي فوق وفتحتها كده من الجنب زي ما انتم شايفين. أنا ما كنتش صراحة مصورة القطع اللي أنا يعني الجزء اللي أنا باعمل فيه كده، لأني كنت باعمل منظم لنفسي عادي. فقلت أشارككم الفكرة، يعني اللي حابب يعمل الفكرة دي هتشوفيها دلوقتي في الفريزر، وهتشوفيه فرق قد ايه في شكل العيش وفي شكل الفريزر وفي التنظيم معاكي وفي المساحة وكل حاجة. هتجيبي كيس كده زي ما شفتي وهتحطي فيه العيش فوق بعضه، وهتلبسي كده الكيس للإزازة وهتدخلي العيش. الموضوع ده يعني هيسهل عليكي جدا جدا جدا. العيش يفضل كده صف فوق بعضه، مش هياخد اي مساحة في الفريزر. انت هتقطعي الحتة اللي فوق اللي فيها البوز بتاع المية دي، طبعا تاخدي المساحة بتاعة الفريزر بتاعتك، الطول يعني، لان بيبقى فيه رف طبعا كده في النص. وفتحتها كده زي ما انتوا شايفين من قدام. بصي بتفضل محافظة كده على العيش زي ما هو محطوط، ولا رغيف هيجي يمين ولا رغيف هيجي شمال. مهما زقتي فيها كده ولا كده عشان تجيبي حاجات من الفريزر، ممكن تطلعيها كلها كده زي ما هي وتفضل كده تاخدي منها بره الفريزر جوه الفريزر، تطلعيها من الفريزر عشان تحطي حاجات وتنظمي الدنيا وترجعيها تاني. حاجة بجد عملية جدا زي ما انتوا شايفين. وشكلها كمان يعني افتحي كده اي فريزر هتلاقي العيش فيه مبهدل الدنيا خالص، واخد مساحة. بص دي ولا اي حاجة كده، حتة على جنب لا تذكر يعني. ده طبعا عيش صغير او متوسط، وهوريكي برضو فكرة لو العيش عندك بيبقى عيش كبير. بصي هنا وريتها لك، كنت لسه حاطه العيش، وهنا في يوم تاني خالص كان العيش خلاص يتجمد وسحبت منه كمان. يعني بصي انا طول ما انا بسحب منه ولا اي حاجه، العيش زي ما هو منتظم. بجد فكره يعني هتريحي جدا لو عملتيها. تعمليها بقى سواء بازازه او تعرفي تعمليها بكرتون. انا بحب الاعمال اليدويه اللي بالكرتون، لو حابين اعملها لكم مفيش مشكله. بس يعني كنت ازازه كده وفتحتها زي ما قلت لكم، وغلفتها بورق كده ورق المطبخ ده، الستيكر المطبخ، عشان يديها شكل طبعا. بصي وتقدري تاخديها برضك معاكي بره الفريزر، تاخدي منها اللي انت عايزاه وترجعيها تاني، تحطي فيها تاخدي عليها. ممكن تحطي حاجة كده في المساحة دي لحد ما تبقي تجيبي عيش تاني. يعني حتى المساحة دي مش هتروح على الفاضي، ممكن تحطي فيها حاجة. تعالي بقى اقولك، لو عندك عيش كبير برضو حبيت اشارككم الفكرة دي. كلنا في العيش الكبير وعندنا اطفال طبعا، لما بتيجي تسخني لابنك يعني رغيف ولا حاجة ما بياكلوش كله، وتلاقي العيش كده نص العيش الكبير دايما بيروح فتافيت، بتلاقيه اترمى على الفاضي. فعشان توفري يعني فلوسك وتحافظي على العيش وعلى نعمة ربنا كمان، مش عشان الفلوس خالص، اقسميه كده بالنص زي ما انت شايفة. فانتي هتوفري العيش اللي بيروح كده فتافيت وتكسير على الفاضي، وهتوفري بقى مساحة في الفريزر. يعني باننا بنقول افكار بقى للتنظيم دلوقتي، فانتي كمان هتوفري مساحة في الفريزر. لما تحطيه كده فوق بعضه هتعرفي تحطيه في المنظم اللي كنا عاملينه او في باب التلاجة لو مش هتعملي برضو المنظم. فده فكرة بعملها لو العيش يعني متوسط أو صغير اللي شفتوها في الأول. ودي فكرة لما بيبقى العيش كبير، قطعه كده ونحافظ كده على العيش ونحافظ على المساحة برضو اللي في الفريزر عشان تكفي بقية الحاجات. لو الرف عندك في الفريزر اللي في باب التلاجة ياخد العيش ده كده، هتلاقيه بصي اتحط كده بطوله كده وما خدش اي مساحة معاكي خالص، ممكن تحطيه في المنظم. فالموضوع هيبقى سهل جدا. لو كنتي استفدتي بقى من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وترفعي الفيديو، واعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات وتستفادي من الأفكار اللي بنقدمها في أكلة وفكرة.